السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين عاملين النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده ان شاء الله هنعمل الكوكيز الحلو جدا وبطريقة اقتصادية، مش هياخد مننا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، وتقدري تعمليه على طول وانتي واقفة في المطبخ. نقول بسم الله ونشوف هنحتاج ايه في مقادير الكوكيز، وربنا ييسر لك الحال ويبقى سهل بإذن الله. اول حاجة معايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا زبدة برضو بدرجة حرارة المطبخ، وكوباية سكر، والزبدة كوباية برضو، ومعايا شوكولاتة شوكولات شيبس وشوكولاتة عادية، ومعايا اللي هو 3 كوبايات من الدقيق. نزلت دلوقتي بكوباية الزبدة مش سايحة على نار ولا اي حاجة، هي بس درجة حرارة المطبخ. حطيت عليها كوباية السكر، وببدأ دلوقتي اضربهم كويس جدا لحد ما الزبدة والسكر يختلطوا تماما ويبقوا عاملين زي الكريمة زي كده بالظبط. تمام، هبدأ دلوقتي اضيف فانيليا على البيض، وهبدأ اضيف بيضة، وده طبعا شيء اساسي، ما ينفعش احط الاتنين مع بعض لان ممكن الزبدة تفصل معايا وتاخد وقت اكتر ومجهود اكتر ويبقى الموضوع خرج عن السيطرة. هحط بقى البيضة التانية وبرضه هقلبها كده، اقلبها بالمضرب كويس جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين، وتعملوا احلى حاجة في البيت لاولادكم وتبقى حاجة مضمونة ونظيفة. انا كده ضربتها كويس جدا لحد ما فتحت تماما. ضفت 3 معالق من الزيت بيخليه يعني بيتنفس اكتر، وفي نفس الوقت بحس ان هو بيخليه يديله قرمشة كده. جبت 3 الكوبايات من الدقيق، وضفت عليهم كده معلقة من البيكنج باودر، وهنقلبه كويس. وما تعمليش زيي قلبي في حاجة كبيرة عشان انا مش عارفة ليه مضايقاها كده على نفسي. هقلبه كويس كده، وهبدأ اضيف تدريجيا على الخليط بتاعي. عايزين نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقولك لو انت معايا في الفيديو لحد دلوقتي ومش مشتركة، أتمنى تشتركي عندي، ولو انت مشتركة شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك، و يعني بجد يعني شكرا من قلبي على كل كلمة حلوة بتقولها لي في الكومنتات، يعني بتفرحوني جدا وبتشجعوني أستمر وأكمل. يعني أنا من الناس اللي بتتعب وبتزهق بسرعة، فأنتم خليني أكمل والله، فشكرا ليكم من قلبي. وأتمنى أن قناتي ومحتواي يعجبكم، وإن شاء الله قناتي تكبر بإذن الله بيكم. فأتمنى تحطي لي كومنت وتحطي لي لايك علشان أعرف إن الفيديو عجب حضرتك أو حضرتك، وشكرا ليكم مقدما. أنا كده بعد ما عجنتها كويس، أنا طبعا يا دوبك بس قلبت الدقيق اختفى وما عجنتش فيها خالص، أنا يعني قلبتها بالمعلقة كمان. وهبدأ أضيف الشوكولاتة. على فكرة ال3 كوبايات اللي حطيتهم كانت العجينة محتاجة دقيق تاني، فحطت لها 3 معالق من المعلقة اللي أنا ماسكاها دي من الدقيق، وقلبتهم برضو لحد ما اختفوا. وبعد كده حطيت الشوكولات شيبس، والشوكولات شيبس ممكن تستغني عنه في المرحلة دي، وممكن تحطيه من فوق بس. اهم حاجة واهم مرحلة هتنجح معاكي الكوكيز كويس، ما ينفعش يسيح معاكي في المطبخ لو المطبخ يعني حرارته مرتفعة. حرارته مرتفعة ايه بس، لو يعني سخن او كنت مشغل الفرن فالمطبخ حر، فحطيها في التلاجة شوية تسقع، وبعد كده طلعيها اشتغلي فيها. والصاج او الصينيه اللي انت هتعمليها بعد ما تشكليها تمام حطيها في التلاجة برضو ترتاح شويه لحد ما اللي في الفرن يخرج او الفرن تسخن، على حسب طبعا انت بتعملي ايه، بس يفضل ان العجينه تبقى ماسكه نفسها مش سايحه.
انا عملت اول صينيه عملتها كبيره، يعني عملت الكوكيز كبيره شويه. تمام. دي انا كان عندي بار شوكولاته بالحليب، فحطيت كده قطعه في الكوكيز كده من جوه وكورتها. برضو تقدر تستغنى عن المرحله دي، ولو مش عندك الشوكولاته دي وعندك نوتيلا هتبقى حلوه جدا جدا. ولو مش عندك نوتيلا تمام عادي، ممكن تستغنى عنها اصلا خالص. بعد ما خلصت كده وشكلتها ببدأ احط مكعبات من الشوكولاتة من فوق كده. برضو تقدر تستغني عنها، ممكن تحط شوكولات شيبس عادي جدا. الصينية دي انا بقى عملتها وسط، يعني انا حبيت اوريكي الكبير بيتقطع قد ايه حجمه والصغير الوسط. اللهم بارك. بصي لما طلعت من الفرن بجد يعني كانت حلوة جدا بجد، ما شاء الله كانت حلوة قوي. وفي نفس الوقت انا عشان فرن بوتاجاز فكنت حطاها على درجة عالية جدا. تمام. والشواية ما شغلتهاش، حطه كده بس على رف من فوق وسبتها. قعدت من 5 ل7 دقايق في الفرن. اللهم بارك. كانت خدت لون بسرعة من تحت يعني واستوت تماما، كانت حلوة قوي. دي اللي انا حشيتها شوكولاته في النص كده من جوه، بجد حلوه ووهميه جدا. يعني كنت عايزه اوريك الشوكولاته سايحه ازاي وطريه. طبعا عشان لسه معموله انا حطاها شوكولاته يعني مش مفككاها باي حاجه، فمجرد ما قعدت هترجع تبقى جامده تاني. بس كانت خطيره بجد، كانك بتاكلي قطعه شوكولاته. تمام. دي اللي انا عملتها صغيره، ما حطيتش عليها اي حاجه من فوق. دي الوسط ودي الكبيره. بصي الفرق يعني يخوف. حبيت اعمل دي صغيرة كده علشان هغطسها دلوقتي في شوكولاتة. سيحت شوية كده على حمام مائي وحطيت لها 3 معالق من الزيت. ودي شوكولاتة فواكه مجففة، او هي اسمها كده يعني، أو اسمها حلويات مسكرة يعني تقريبا اسمها كده. تمام. فهقلب دلوقتي الكوكيز في الشوكولاتة من تحت ومن فوق واظبطها. جبت صينية وحطيت فيها كيس وبدأت الكوكيز اللي اعملها اطلعها عليه علشان الشوكولاتة طبعا ما تسيحش ما تلزقش معايا في الصينية وبعد كده ما اعرفش اطلعها. تمام. هبدأ اجيب الحلويات المسكرة دي وبدأت احطها كده من فوق. على فكرة كانت حلوة جدا، يعني موضوع ان انا اغطسها كده في الشوكولاتة بجد ابتكار. كانت حلوة قوي. وغلفتها بعد كده وحطيتها في اللي هي السلوفان بتاعت الشوكولاتة الجاهزة اللي بنجيبها من برا دي، فكانت بجد حلوة قوي. فأتمنى تجربوها بجد حلوة جدا جدا. أتمنى الفيديو بتاع النهاردة يعجبك وتقولي رأيك إن شاء الله. بحبكم في الله جدا يا أغلى متابعين، وبحب آرائكم فما تحرمونيش من اللحظة دي. وشكرا ليكم مقدما لكل حد هيشوف الفيديو. أشوفكم فيديو جديد وأقول لكم سلام.